ازيكم عاملين ايه؟ هكمل النهارده فيديو اكلات تحت السنه ل7 شهور. هضيف على الاكلات اللي دخلناها قبل كده الخضار، الحبوب، الورقيات والفاكهه التقيله شويه في الهضم. زي ايه؟ زي جرجير او خس، سواء متقطع او مضروب في الخلاط او مسلوق ومهروس. سبانخ، قلقاس، بقدونس، خيار يكون متقطع بالطول مثلا رفيع شويه، مكسرات مطحونه كويس جدا مثلا لو هنضيفها على الاكل، ملوخيه وبسله، فاصوليا مطبوخه عادي. حتى لو انا بعمل الاكل ده في البيت، قبل ما اضيف اي توابل او اي حاجه للنونو، اخد طبق شويه على جنب وبعد كده احط باقي التوابل بتاعتي عادي. مجرد بس ان انا ههرس مثلا البسله او الفاصوليا عشان ما تبقاش حبوب كده واقفه في زوره او حاجه بعد الشر. وندخل بطيخ، ندخل مانجا. نحاول قدر الامكان ان مش كل الاكل يتهرس، علشان احنا عايزين نبدا نخشن الاكل تدريجي. فالحاجه اللي انا متاكده ان هي مش هتقف في زوره، ان هي طريه كفايه، اقدر ان انا اديها له بشكل مثلا متقطع قطع طوليه او اي حاجه زي كده، يكون افضل. لو النونو لسه ما اكلش كويس في الشهر السادس، يبقى خليني مهروس زي ما انا، وابدا ان انا اخشن في اخر الشهر السابع مثلا. 4 أو 5 معالق كافيين جدا في الوجبه، ولو اقل من كده برضو مفيش مشكله. كده نبقى خلصنا اكلات سن 7 شهور. دمتم اشطر مامز.